السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال يا رب. انا جيت بقى قاعدة فاضية كده، فقلت تعالوا بينا كده نعمل الحاجة دي كل بيت ما بيستغناش عنها. ده نعناع اخضر يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. جبت شوية نعناع كده، قلت ايه انشفهم، والبيت ما بيخلاش من النعناع بالذات يعني. ممكن الواحد بيدخله في المحاشي، بس طبعا بعد ما نشفه ادخله في المحاشي. بحب اشرب شاي بنعناع، فقلت يلا بقى انا وقاعده كده نجيب بقى شويه النعناع دول. انا غسلتهم غسله حلوه جدا جدا وصفتهم، وقاعده بقى بقرطف زي الملوخيه. هو بيتقرطف زي الملوخيه يا بنات، زي ما شايفين اهو. بصوا انا مقرطفاه اهو، يعني ادي النعناع اهو غسلاه وحطاه في مصفى، وبقرطفه بقى زي بالظبط زي الملوخيه بالظبط اهو. بقرطفه كده زي الملوخيه، وبعد ما ارطفه وخلاص واخلصه كله ببتدي إيه انشفه. زي ما انتوا شايفين انا جايبه حته حلوه كده، حته قماشه بيضه كده، دي بحط عليها النعناع وابتدي بقى ايه انشفه خالص من الميه. تمام. واحطه بقى في حته كده تكون بعيده عن التراب والشمس، وكل شويه ابقى رايحه جايه عليه اقلبه زي ما انتوا شايفين اهو. انا كنت عايزه استشيركم في حاجه بالنسبه للفيديوهات اللي انا بعملها. زعلانه جدا جدا منكم يا بنات، لان شايفه في ناس بتشوف الفيديو بس ما بيهونش عليهم يدوسوا اللايك. ليه؟ انا مش فاهمه يعني. لو مش عاجبكم الفيديو طب ديسلايك، يعني حسسوني ان في ناس يعني يعني بتشاهد معايا. يعني انا والله بتعب في الفيديوهات جامد جدا، فمش عارفة ليه بشوف المشاهدات وما بلاقيش غير 2 لايك 3 لايك. مش فاهمة ليه. يعني انتوا مش حابين المحتوى؟ طب ديسلايك عشان يعني حتى يتشاف الفيديو. بجد زعلت جدا جدا وزعلانة، وأول مرة يعني أعمل فيديو وأنا متضايقة كده وزعلانة. بجد شايفة اللي بيشوفوا الفيديوهات بتعدي، يعني بتعدي نسبة المشاهدة، بس مفيش لايكات خالص. يعني ما بيهونش، يعني انتوا هتتعبوا يعني مثلا لما هتدوسوا اللايك هتتعبوا مثلا؟ يعني معلش يعني. فانا متضايقه جدا والله يا بنات، بس يعني يلا زي بعضه. اللي حابب يشوف اهلا وسهلا، واللي مش حابب براحتكم يعني. مش هضغط على حد واقول بقى اعملوا لي لايكات وكده. عامة يا بنات انا قلت كده ادردش معاكم وانا بقرطف كده النعناع. وكنت عايزة اقول بالنسبة برضو للفيديوهات اللي بتطلع فيها اصوات، الاصوات دي بتبقى غصب عني. انا برضو يعني في شقة وجنبي سكان مطابخ كلها على المناور، فالاصوات بتبقى غصب عني بتبقى طالعة. فمش عارفة اذا كنت عايزيني مثلا اعمل الفيديوهات واسجلها بصوتي بعد كده، ولا اخليها بطبيعتي عادي واصورها وانا عادي بصوتي. انا يعني باخد رأيكم، مش عارفة اعمل ايه، لاني اغلبية الفيديوهات ببقى عاملاها بصوتي عادي، ومش بحاول ان انا اعمل لها مونتاج. لكن وفي فيديوهات انا بحاول اعمل لها مونتاج برضو، بيبقى الفيديو متسجل وبعد كده اسجله بصوتي، بس ده بياخد مني وقت وتعب ومجهود وكده. فانا عشان كده ساعات ان انا بحب ان انا الفيديو اعمله بصوتي، بس غصب عني بتلاقوا اصوات، بتلاقوا دق يعني في اصوات مزعجة بتبقى في الفيديو، فده غصب عني والله يا بنات. فاقترحوا عليا هل اسجل الفيديو بصوتي ولا اخليه بطبيعتي عادي وانا بشتغل. فقولوا لي بقى رأيكم. نفسي حد بقى يعني يتفاعل معايا تعليقات، حتى انتقدوا. يعني قولوا لي انت كذا، انت لا الفيديو ده مش حلو، انت بتعملي حاجة غلط. اللي شايف حاجة غلط يقول. انتقدوا يا جماعة، انا مش هزعل، انا بتقبل الانتقادات يعني عادي يعني. فالواحد يعني مش كبير على النقد يعني.
وبعدين اعذروني يعني انا اللي بعمل كل حاجة، يعني انا اللي بعمل المونتاج ساعات، وانا اللي بصور بايدي وبشتغل بالايد التانية يعني كده. فده غصب عني والله يا بنات. بس انا حبيت يعني يا بنات ادردش معاكم كده شوية من زعلي وكده وكنت متضايقة شوية، فحبيت اطلع كده بالفيديو ده، وارجو ان ما زعلش حد ومحدش يزعل مني يعني. يلا بقى، اسيبكم في رعاية الله وحفظه، واستنوني بقى في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.